فداك العباد وجند شداد حماة أبات. ستبقى لا إله إلا الله فينا لو حاربتنا الأرض بما رحبت. عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكم جميعا، كل محبي ومتابعي قناة حقائق الأديان. يتجدد اللقاء مع حضراتكم ومع الضيوف المحترمين الذين يجيدون لغة الحوار. نرحب بكل السادة المشاهدين محبي ومتابعي قناة حقائق الأديان اللي بيتابعونا على البث المباشر واللي بيتابعونا في المنتديات واللي هيتابعوا الحلقة بعد نزولها. نرحب أيضا بالمشرفين المحترمين. نتمنى من حضراتكم الاحترام المتبادل بينكم على الشات، احترام الرموز، احترام المقدسات، احترام الضيوف بعد إذن حضراتكم. وهذا شعار القناة. عنوان اليوم هو مهم جدا: هل علي بن أبي طالب بايع أبي بكر الصديق أم لا؟ الشيخ حامد الكراغولي الداعية الإسلامي الشيعي، أهلا وسهلا بيك يا فندم، منورنا ومشرفنا على قناة حقائق الأديان. والداعية الإسلامي السني الشيخ فؤاد الشامي، أهلا وسهلا بيك يا فندم، منورنا ومشرفنا على قناة حقائق الأديان. شيخ حامد، مع حضرتك 7 دقائق يا فندم، قواعد هننطلق من خلالها. تفضل شيخ حامد. حياكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. إخواني المؤمنين، الأستاذ مدير القناة، الشيخ الضيف، أهلا وسهلا بكم جميعا وحياكم الله وسعدت بمعرفتكم. السؤال مهم من الأستاذ محمد: القواعد التي لا بد أن ينطلق منها كل باحث وكل مدقق وكل محقق وكل إنسان يريد أن يصل إلى حقيقة ما. طيب، هل أن الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بايع الخليفة أبا بكر أو عمر أو عثمان أو غير ذلك؟ السؤال هذا لا بد أن نؤصل له أصلاً متفق عليه عند الشيعة، حتى يمكن فضيلة الشيخ يلزم الشيعة بما ألزموا به أنفسهم، وهذه هي القاعدة العلمية المنهجية الصحيحة، أن القوم يلزمون بما يعتقدون وبما يقررون. بيعة الإمام أمير المؤمنين هي فعل من أفعال المعصوم، والشيعة عموما يعتبرون فعل المعصوم وقوله وتقريره أي إقراره أي سكوته على فعل ما هذا حجة شرعية. ففعل الإمام حجة شرعية يستفاد منها أحكام شرعية: الكراهة، الحرمة، الاستحباب، الإباحة، وما غير ذلك من الأمور التي هي سواء كانت عقدية أو فقهية فرعية أو حتى أخلاقية. طيب، كيف يثبت ومتى يصبح فعل الإمام المعصوم حجة؟ متى؟ القاعدة هذه أرجو من الأستاذ محمد أن يلتفت إليها ويلزمني بها، أن فعل المعصوم أو قوله متى يكون حجة به تقريبا ركنان. الركن الأول أن يثبت صدور هذا الفعل من المعصوم بسند صحيح، سواء كان صحيحا أو متواترا، هذا أعلى درجات القطع. وثانيا، يجب أن يسلم المتن أي المحتوى من المعارضة لغيره والمعارضة للكتاب العزيز، وأن يسلم من التقية. هذه الشروط التي بها يصبح حديث المعصوم أو فعل المعصوم أو تقرير المعصوم يصبح حجة شرعية يلزم بها الشيعي ويستفيد من فعل المعصوم أو قوله حرمة، إباحة، كراهة، أمر عقائدي. فإذا الأصل يا أستاذ محمد في قول المعصوم أو فعله متى يصبح حجة لا بد أن تتوفر به هذه الشروط: أولا أن يسلم المتن، أن يسلم السند، وثانيا أن يسلم المتن من المعارضة لغيره والمعارضة للكتاب ومن التقية. فإذا تمت هذه الشروط صار الحديث حجة. طيب، هذه القاعدة التي إن شاء الله سوف ننطلق منها، وهذه قاعدة شيعية ثابتة، بل هي من البديهيات عند الشيعة أنهم لا يناقشون في مثل هذه المسألة. طيب،
نرجع إلى سؤالك: هل أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام بايع أبا بكر؟ الجواب: لم يثبت، أقول لم يثبت بحجة شرعية قاطعة أن الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بايع أبا بكر. لا يوجد نص شرعي يعتبر حجة على الشيعة ويلزمون به إلزاما قطعيا أن الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بايع أبا بكر. فهذه عقيدتنا، وصرح بها كثير من علمائنا مثل ما صرح به الشيخ المفيد بأن إجماع الأمة أي الشيعية على أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام لم يبايع. وهناك قسم من علماء الشيعة قالوا بأن الإمام أمير المؤمنين بايع مكرها، طبعا ولا نص، يعني لا يوجد دليل على هذا، إلا أنهم استندوا إلى ما يروى في كتب إخواننا وأعزائنا أهل السنة. أهل السنة طبعا رووا روايات في البخاري ومسلم وغيره أن الإمام أمير المؤمنين بايع بعد 6 أشهر، وعلى رواية بعد 4 أشهر و40 يوما حسب تاريخ استشهاد سيدة العالمين صلوات الله وسلامه عليه. فالرواية الموجودة في البخاري أو في مسلم أو غيره أن الإمام أمير المؤمنين بايع بعد شهادة الصديقة سلام الله عليها، وبايع أبا بكر. هذه روايات سنية لا حجية فيها علينا. الشيعي لا يلزم بروايات أهل السنة، وكذلك السني لا يلزم بروايات الشيعة، هذا أمر مفروغ منه. فإذا القاعدة التي ننطلق منها أن فعل المعصوم حج، ولا يكون حجة إلا إذا سلم من المتن، من المعارضة ومن التقية ومن المعارضة لبعضه، وأن يكون السند صحيحا. فهذه 4 شروط لقبول حجية قول المعصوم. هذا يا عزيزي إذا كان على سؤالك، هذا ما يكون فيه السؤال، يعني ما عندي غير إضافة، هذا حسب سؤالك هو هذا اللي. أستاذ محمد أنا ما عندي بعد إضافة حول سؤالك، هو هذا اللي يعني يلزم من الجواب، هو هذا. طيب خليني ان انا اشكر حضرتك يا فندم بالتزامك بال7 دقائق ووضع قواعد بيعتمد عليها اغلبيه الشيعه في التقييم. قبل ما ننتقل الى الشيخ فؤاد بشكل سريع، كل الساده المشاهدين بعد التحيه لحضراتكم، اتمنى من حضراتكم وقف التعليقات والتفاعل مع البث بعد اذنكم. طيب الشيخ فؤاد بعد التحيه لحضرتك، امامنا ايضا معطيات 7 دقائق يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. ورضي الله عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن باقي الصحابة والآل والقرابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم عليك بمن أبغضهم وبمن سبهم ولعنهم إلى يوم القيامة يا رب العالمين. أما بعد، فضيلة الشيخ وضع قواعد ممتازة جدا، والله تنفعني حقيقة في هذه المحاورة. ثم بعد ذلك أدلى دلوه وقال لم يثبت بالدليل الواضح أن علي بن أبي طالب قد بايع. ثم أيضا أدلى دلوه وقال أن علي بن أبي طالب عند كتب المخالفين بايع مكرها وبعض علماء الشيعة ولم يثبت ذلك. ممتاز جدا. الآن شيخنا من واجب الشيخ بداية أن ينفي ذلك من كتب أهل السنة والجماعة، يستدل بأدلة من كتب أهل السنة والجماعة على ما يقول. الأمر الثاني، أنا عند كلمته أنه لم يثبت في كتب الشيعة أن علي بن أبي طالب قد بايع مكرها. جميل جدا.
لننظر في مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول الجزء 26 الصفحة 213 من كتاب أيضا الكافي الجزء 8 الصفحة 245 بحديث موثق حسن، حديث حسن أو موثق بسنده عن حنان عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان الناس أهل ردة بعد النبي صلى الله عليه وآله إلا ثلاث. فقلت: ومن الثلاثة؟ فقال: المقداد بن الأسود وأبو ذر الغفاري وسلمان الفارسي رحمة الله وبركاته عليهم. ثم عرف أناس بعد يسير وقال: هؤلاء الذين دارت عليهم الرحى وأبوا أن يبايعوا حتى جاءوا بأمير المؤمنين مكرها فبايع. الآن الشيخ ماذا قال؟ قال أنه لم يثبت عندنا أي في كتب الشيعة أنه بايع مكرها، ولو أن بعض علماء الشيعة أوردوا ذلك لكن لم يثبت. نتفاجأ نرى حديث موثق، سبحان الله. وذلك قول الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. طيب، ننتقل الآن إلى القول الثاني. وقال الشريف المرتضى في أثناء كلامه عن بيعة الحسن لمعاوية رضي الله عنهما: وأما البيعة فإن أريد بها الصفقة وإظهار الرضا والكف عن المنازعة فقد كان ذلك، لكن قد بينا جهة وقوعه والأسباب المحوجة إليه، ولا حاجة في ذلك عليه السلام، كما لم يكن في مثله حجة على أبيه عليه السلام لما بايع المتقدمين عليه. الله أكبر. الشريف المرتضى يعترف اعترافا جازما بأن علي بن أبي طالب قد بايع المتقدمين، يعني ذلك أبي بكر وعمر وعثمان. الأمر الثالث شيخنا، أنا أعطيك إن شاء الله تبارك وتعالى إلزام. أنت الآن تنفي البيعة، حلو جدا، ممتاز جدا. في نهج البلاغة من خطب الإمام علي بن أبي طالب، نهج البلاغة من خطب الإمام علي بن أبي طالب، قال علي بن أبي طالب، خليني أعطيك الجزء والصفحة شيخنا دقيقة، خليني أعطيك الجزء والصفحة. يقول علي بن أبي طالب في نهج البلاغة يا أخوان: إنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه، فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد، وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار. الله أكبر. علي بن أبي طالب يعترف بالشورى، حلو. فإن اجتمعوا على رجل، هون الشاهد، شوفوا يا أخوان، هون الشاهد، فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك لله رضا. الله أكبر. علي بن أبي طالب يخالف هذا القول كما في زعمك أنت شيخنا. علي بن أبي طالب يخالف هذا القول، لأن قال علي بن أبي طالب: إن اجتمعوا على رجل وسموه إماما
كان ذلك لله رضا. فهل علي بن أبي طالب سجل عندك شيخنا؟ هل علي بن أبي طالب قد خالف رضا الله سبحانه وتعالى في هذه البيعة؟ أرجو أنك تجاوبني إن شاء الله. تمام. ثم أتبع قوله علي بن أبي طالب: إنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه، فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد، وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار، فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك لله رضاه. هون الضربة شيخنا. فإن خرج منهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إلى ما خرج منه، فإن أبى قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين. الله أكبر. علي بن أبي طالب يتكلم هذا الكلام والشيخ يدعي أنه ما بايع. علي بن أبي طالب يخالف رضا الله، وعلي بن أبي طالب يتبع غير سبيل المؤمنين. أرجو الرد إن شاء الله. بشكرك شيخ فؤاد وبشكرك على المعطيات الأولية. طيب الشيخ حامد الكهولي أمامنا أيضا معطيات يا فندم، وأنت جدير بالتفاعل معها. 5 دقائق لحضرتك، اتفضل يا فندم، افتح المايك. حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. علي صوتك شيخنا، علي صوتك بس، علي صوتك، الصوت بس مشان أسمعك أنا، لأن والله مو مسموع. علي صوتك شيخنا. الصوت جيد؟ ألو، الصوت مسموع يا أستاذ محمد؟ مسموع لكن ضعيف. هو الصوت مسموع يا شيخ حامد، بس النبرة بتاعت حضرتك عليها شوية بعد إذنك، اتفضل. طيب الآن جيد؟ يوجد صوت جيد؟ تمام، هو في صوت يا شيخ حامد والصوت كويس، ولكن ارفع النبرة شوية بتاعت حضرتك، اتفضل يا فندم. ماذا أصنع أنا؟ لا أصرخ. الصوت على أعلى درجاته عندي، بعد ما أدري يمكن الشيخ فؤاد ما عنده احتمال من يمه من الصين. تمام الآن، تمام الآن، تمام يا شيخ حامد، اتفضل. جيد. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الظاهر أن فضيلة الشيخ نسي القاعدة التي يعتمد عليها الشيعة في كون فعل الإمام المعصوم حجة، هو أن يكون السند صحيحا، هذا أول شرط، ورواية الكافي موثقة. والحديث الموثق هو ما كان في سنده راو من المخالفين وإن كان ثقة، فهذا السند ليس بصحيح. هذا أولا، هذا الشرط الأول. يعني الرواية التي احتج بها فضيلة الشيخ سندها ليس صحيحا، هي موثقة، ومتنها يقول أن الإمام بايع مكرها، وهذه البيعة ليست بيعة شرعية. البيع بالإكراه لا يدل على أن الإمام أمير المؤمنين رضي وفرح بهذه البيعة حتى تكون بيعته شرعية، ويعتبر الخليفة الذي بايعه هو إماما شرعيا منصبا من الله ورسوله. فهذا الشرط انخرم، والمتن لا ينفع فضيلة الشيخ بشيء، لأن البيعة المذكورة بهذا المتن هي بيعة بالإكراه. وأنا قلت أن قسم من علمائنا يذهبون إلى أن البيعة صارت بالإكراه ولم تثبت بصحتها، وإنما هذا حديث موثق وليس حديثا صحيحا. هذا أولا. ثانيا، فضيلة الشيخ رعاه الله احتج بحديث النهج، وهذا الحديث هو خطاب، كتاب من أمير المؤمنين إلى معاوية، يحتج على معاوية، يقول له أنت لماذا تعارضني وقد أجمع الصحابة والمهاجر والأنصار على بيعته. هاي الطريقة مضت في سنة الأولين، يعني أبا بكر وعمر وعثمان بايعتهم الناس والدولة تسلم، أنت لماذا تعارض؟ هذا أولا. وثانيا، هذا الحديث مرسل وسنده لم يرد في كتبنا،
فهذا الحديث لا أصل له، يعني فعل الإمام في نهج البلاغة وكتابه وهذا الحديث أو هذا الكتاب إلى أمير المؤمنين لم يثبت من الناحية السندية، لم يثبت من الناحية السندية. فأرجو من فضيلة الشيخ أن يدقق في القواعد التي ذكرناها له. ثالثا، استشهد بكلام المرتضى رضوان الله تعالى عليه، ولم يأتي بدليل المرتضى، لأن فضيلة الشيخ يعلم أن السيد المرتضى اعتمد على الرواية السنية التي تقول بايع الإمام علي مكرها، ونحن نقول نعم أن قسم، وهو أيضا السيد المرتضى يذهب إلى أنه في بعض كتبه يقول أن الإمام بايع مكرها، والبيعة بالإكراه ليست شرعية. فأنت إذا تريد أن تبحث عن بيعة الإمام الحقيقية الواقعية لابد أن يكون الفعل شرعيا، مو أنه والله بايع مكرها، ما تفيدك. أنا أقول لك الإمام بايع مكرها، يلا شو الفائدة؟ ما راح يثبت لك فرد شيء، ما راح تستفيد فرد شيء، ما راح يثبت شرعية أن الإمام عليه السلام رضي ببيعة أبي بكر، وأن أبا بكر صار خليفة شرعيا منصب من قبل الله ورسوله، والخلافة شرعية وانتهت المسألة. لا، هذا ما يفيدك يا حبيبي، ما ينفع. أنا أقول لك بايع مكره، ماذا تستفيد؟ ما راح تستفيد شيء. يا أستاذنا الغالي، يعني كل ما أوردته لا يدل على أن الإمام عليه السلام قد صدرت منه البيعة الشرعية. نحن نبحث عن الإلزام الشرعي لا عن الأخبار التي لا تفيد علما ولا عملا. ثم سأل سؤال عجيب حقيقة، أنه الإمام هل بايع؟ ما احنا أول وحدة اثبت العرش يا صديقي ثم النقش. احنا الآن كلامك أنت تحاول أن تثبت أن الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بايع الخليفة أبا بكر بيعة شرعية تدل على أن أبا بكر هو الخليفة الشرعي من قبل الله ورسوله. وأنت تعلم يا صديقي أن أبا بكر لم ينصبه الله ولا رسوله، أبو بكر نصبته السقيفة، وأمير المؤمنين عليه السلام له بهذا الباب أيضا تصريح. فأنت إذا تحاول أن تستدل بنهج البلاغة فإن نهج البلاغة ينقض هذا الأمر. فإن في الخطبة الشقشقية التي وردت ب5 طرق، يعني تعتبر مستفيضة وهي أكثر حجية من ذلك الحديث الذي لم يثبت إلا بخبر واحد من كتب أهل السنة، طبعا ليس من كتبنا. فإن الإمام عليه السلام يقول: والله لقد تقمصها ابن أبي قحافة وإنه لا يعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى. شكرا شكرا شيخ من قبل أبي بكر وعمر الذين اغتصبوا منه الخلافة. فهذا الحديث يتناقض مع غيره ولا حجة لك، واستدلالك غير تام أصلا، بل لا يعتبر استدلالا لإثبات أن الإمام أمير المؤمنين بايع أبا بكر وأن خلافة أبي بكر هي شكرا شيخ حامد الكراغولي، شكرا بالتزامك بالوقت. طيب الشيخ فؤاد، اتمنى من كل الساده المشاهدين بعد اذنكم وقفوا تعليقات فعل افضل البث لحضرتك. طيب شيخ فؤاد، امامنا ايضا معطيات، اتفضل يا فندم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، بداية اعتراف الشيخ بأن أنا أقول لك أنه بايع، بايع مكره. لازم تراجع شيخنا من بعد إذنك عنوان البث: هل بايع علي بن أبي طالب أبا بكر أم لا؟ بين النفي والإثبات. بايع مكره ما بايع مكره كما في اعتقادك، أنا مالي دخل. أنا مالي دخل. تقول لي بيعة شرعية، نعم بيعة شرعية، والآن أثبت لك من كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه في كتبكم من نهج البلاغة. فأرجو منك إن شاء الله أنك تراجع العنوان مرة ثانية. الأمر الثاني، يقول الشيخ أن الموثق لا يعمل به. والله عجيب، والله عجيب. كلام الخوئي يخالف كلامك شيخنا. يقول الخوئي: ثم إن الصحة والضعف. سيد الخوئي الجزء الأول الصفحة 14 من معجم رجال الحديث. يقول: ثم إن الصحة والضعف متى أطلقا في هذا الكتاب فليس المراد بهما الصحة والضعف باصطلاح المتأخرين،
بل المراد بهما الاعتبار وعدمه. فإذا قلنا إن الحديث أو الطريق صحيح فمعناه أنه معتبر وحجة. معتبر وحجة، هذا الحديث حجة عليك يا شيخ، تمام؟ وإن كان بعض رواته حسنا أو موثقا. هذا كلام الخوي وانت تخالف الآن. طيب، الأمر الثاني شيخنا، كلام علي بن أبي طالب في نهج البلاغة، ما جاوبتني عليه شيخي. قلت لك هل خالف علي بن أبي طالب رضا الله تبارك وتعالى، وأنت ما جاوبتني. ثم قلت لي أن هذا الكلام في نهج البلاغة يخالف الكلام الثاني. أنا إيش دخلني؟ شيخنا إيش دخلني؟ إذا دينكم متضارب أنا ما دخلني يا شيخ، أنا أستدل بما في كتبك أنت. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب من خطبة له قال: بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان وعلي على ما بايعوهم عليه، فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد. شيخنا جاوبني على هذه الرواية، قل لي ثبتت، قل لي ما هذه خطب الإمام علي بن أبي طالب، وإذا بدك طلع لك تصحيح نهج البلاغة كامل، مو بس كامل. طيب، الأمر الثاني، الخطبة الشقشقية. شيخ الخطبة الشقشقية ضعيفة. الخطبة الشقشقية ضعيفة، فيها محمد بن علي ماجراويه القمي. الآن تقول لي الموثق لا يعمل به، صرت تعمل لي بالخطبة الشقشقية ومحمد بن علي مجهول. فيها محمد بن علي مجهول. شيخنا دقق الله يهديك، دقق الله يهدينا وإياك. الأمر الثالث شيخي، باعترافك من أول المناظرة أن علي بن أبي طالب قد بايع. شوف في كتاب الشافي في الإمامة، الشافي في الإمامة للشريف المرتضى أيضا يقول: ليس الأمر على ما قدرته، لأن سقط أمير المؤمنين عليه السلام هو الأصل، لأنه لا خلاف بين الإمامة في أنه عليه السلام سقط الأمر وأباه ونازع فيه وتأخر عن البيعة. ثم إنه لا خلاف، الشريف المرتضى ينقل الإجماع، يقول لا خلاف في المستقبل أنه بايع وترك التكبر. شفنا هذه كتبك، بايع وترك التكبر. قل لي أثبت العرش، أثبته. أعطيتك الرواية في الكافي، رحت قلت لي الموثق لا يعمل به، نتفاجأ في كلام الخوئي يعمل به. شيخنا أرجو الرد، بعد إذنك سجل هذا عندك. الأمر الثالث، الأمر الرابع عفوا، بسم الله، أنا مخبي لك شيء جديد شيخنا، ممكن ما سمعت فيه من قبل. خليني أعطيك إياه وجاوبني عليه أيضا، جاوبني عليه. دقيقة شيخنا، أطلع لك السند بإذن الله تبارك وتعالى، وأطلع لك. طيب، في كتاب السقيفة فدك يقول علي والزبير، طبعا الصفحة 44، يقول علي والزبير: ما غضبا إلا في المشورة، وإنا لنرى أبا بكر أحق الناس بها، إنه لصاحب الغار، وإنا لنعرف له سنة. طيب، وأيضا قال: ونقض أمره رسول الله صلى الله عليه وآله بالصلاة بالناس وهو حي. طيب شكرا شيخ فؤاد. يا شيخي بدي أعطيه هذه على البياع الإكراه ويرد عليها فقط. آخر فقرة مثل ما أخذ دقيقة من بعد إذنك. آخر فقرة. طيب، في كتاب أيضا نهج البلاغة من كتاب له عليه السلام إلى طلحة والزبير يقول: وإن كنتما
بايعتماني كارهين فقد جعلتما لي عليكما السبيل بإظهاركما الطاعة. علي والزبير إذا كان قد بايعوا علي بن أبي طالب في زمان خلافته كارهين، شوف كارهين، فقد جعلتما لي عليكما السبيل بإظهاركما الطاعة وإسراركما المعصية. حتى كان شوف وصف البيعة الإكراهية من طلحة والزبير لعلي بن أبي طالب بالإكراه، شوف بالإكراه معصية. فهل عصى علي بن أبي طالب الله تبارك وتعالى في ذلك؟ تفضل شيخ. طيب شكرا شيخ، شكرا شيخ فؤاد، وشكرا لاستدلالك على المعنى بسرد السند. بشكرك شيخ حامد، اتفضل يا فندم. حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. من الأخير أرجو يعني أن فضيلة الشيخ فؤاد لا يفرق بين الإكراه يعني بالجبر وبين الكراهة النفسية، فإن طلحة والزبير لم يتعرضا إلى تهديد لكي يبايعا أمير المؤمنين. إذا الصوت كان شيخنا بس أنا ما أقاطعك إلا على خير إن شاء الله، بس الصوت علي بعد إذنك ما أقاطعك. نفسية. الصوت الكراهة النفسية تختلف عن الإكراه الذي تعرض له الإمام أمير المؤمنين. الصوت يا أستاذ محمد. نعم الصوت بس الصوت ما عاد ينسمع أبدا صوتك شيخنا، يعني العلة في هاتفك. علي إعدادات الصوت عندك. إعدادات الصوت بأعلى درجة. الصوت بأعلى درجاته. هل يوجد صوت جيد الآن؟ هل الصوت جيد عندك شيخ فؤاد؟ اي نعم جيد شيخ حامد جيد، لكن يعني أتمنى أنك تعليه شوي. تفضل. وهو بأعلى درجاته والله، يعني كل درجات طيب. يعني 100%. تفضل. طيب بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. فضيلة الشيخ فؤاد مع احترامي الشديد لجنابه الكريم وهو مؤدب جيد، لا يفرق بين الكراهة النفسية وبين الإكراه، فإن الروايات التي موجودة في كتب أهل السنة وحتى الرواية التي استشهد بها الشريف المرتضى بأن هذه الروايات تهديد لأمير المؤمنين، فالمكره غير الكاره. المكره غير الكاره، فالذي يكره ربما عنده حالة نفسية يكره أمير المؤمنين لا يحب أن يبايعه، هذا يختلف عن الذي ألجئ للبيعة. فإن رواية الشافي واضحة أن الشريف المرتضى يورد الروايات التي يقول فيها عمر لأمير المؤمنين عليه السلام قال إن لم أبايع قال نقطع أو نعم نقطع أو يذهب الذي فيه عيناك، يعني نقطع رأسك. فأين الكراهة من الإكراه يا فضيلة الشيخ؟ أرجو أن تفرق بين هذه الأمور. وثانيا الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في حال مع الطلحة والزبير يختلف حاله بالنسبة إلى أبي بكر، فإننا نرى أن أمير المؤمنين هو الإمام المعصوم، هو الخليفة الشرعي بنص رسول الله صلى الله عليه وآله في أحاديث كثيرة، منها بيعة الغدير أو حديث بريدة الأسلمي وغيره الذي جعل أمير المؤمنين هو الولي المطلق للمسلمين. هذا واحد. الأسئلة التي يقول فضيلة الشيخ لم أجب عنها يا حبيبي، حديث كلام أمير المؤمنين في نهج البلاغة الذي احتججت به هذا لا أصل له سند واحد في كتب أهل السنة، وأقررنا أن فعل المعصوم يجب أن يصدر بحديث صحيح أولا، وثانيا أن يكون يسلم من المعارضة للكتاب والمعارضة لغيره ومن التقية، 3 موارد. أما كلام السيد الخوئي في معجم رجال الحديث يا حبيبي هذا مبناه في توثيق الرجال
وليس مبحثا في أصول الدين. الكلام في الأحاديث التي من خلالها يثبت فعل المعصوم وحجيته في أصول الدين، وليس في الأحكام الفقهية وليس في الأخبار. فإن السيد الخوئي قدس الله روحه الشريفة هذا مبناه في أي كتاب؟ في كتاب معجم رجال الحديث، هذا مبناه لتوثيق الرجال. فإن السيد في هذا الباب في هذا الكتاب يختلف عن أبحاثه في أصول الفقه أو في أصول الدين. فأرجو يا فضيلة الشيخ أن تدقق في هذه المسائل. أصل إخواني الأعزاء، فضيلة الشيخ يلزمنا بما لا نلتزم به. يقول أن عنوان الحلقة أنه هل بايع أو لم يبايع. أقول أنا قدمت في بداية الكلام أن علماءنا مثل الشيخ المفيد يقول أجمعت الأمة الشيعية على أن الإمام أمير المؤمنين لم يبايع قط. والمرتضى يقول أن البيعة طبعا في بعض كتبه أن البيعة حصلت بالإكراه، أي أن الإمام بايع، ويستند في ذلك إلى روايات أهل السنة، ما يستند إلى رواية صحيحة عندنا. ما عندنا رواية صحيحة، أكرر، لا توجد رواية صحيحة من المتن إلى السند تدلل على أن الإمام أمير المؤمنين بايع مكرها أو بايع طيعا. ماكو رواية صحيحة، أكرر، رواية صحيحة أي حجة متنا وسندا، متنا وسندا. المتن يجب أن يسلم من المعارضة ومن التقية ومن المعارضة الذاتية، وكذلك السند يجب أن يكون صحيحا لا موثقا ولا مرسلا. السند يجب أن يكون صحيحا يا فضيلة الشيخ. أرجو أن تدقق بهذه المطالب. وقولك أن تريد أن تثبت البيعة فقط، هذا علماءنا يقولون أن الإمام بايع في بعض الأمور مكرها والبعض آخر لم يقل لم يبايع. فإذا المسألة خلافية، والمسألة المختلف فيها لا تكون حجة. فأنت حينما تريد أن تلزم الشيعة بأن الإمام علي بايع، أولا إما بحديث حجيته تامة أو بإجماع الشيعة. فإذا أجمع الشيعة على حدث سواء كان عقائديا أو فقهيا أو تاريخيا، هذا يلزمون به غصبا على الشيعة، يقبلون بإجماعهم. وأنت الآن لا يوجد عندك إجماع، بل أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في أصح كتبكم كان يرى أن أبا بكر وعمر هما خائنان غادران فاجران كاذبان. فأي بيعة بعد هذه الشهادة لأمير المؤمنين؟ أي بيعة؟ شكرا شيخ حامد. معلش بس الرواية دي تكررت كتير في قلب البرنامج. شيخ حامد لو تدينا المصدر بعد إذنك، عشان الشيخ فؤاد ممكن يعقب أو يتفاعل، عشان المتلقي لا يتلقى معلومات من دون مصدر، حافظينها إن شاء الله ونرد عليها مباشرة، ما في مشكلة. الرواية في صحيح مسلم فضيلة الشيخ وعلى اطلاع بها، أصبحت يعني من البديهيات هذه. خلينا نبدأ شيخ، خلينا نبدأ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول الشيخ أن الكلام الذي في نهج البلاغة لا سند له وليس بصحيح. عجيب جدا والله يا شيخ، كأنك ما تدري ما في كتبك وماذا قال علماءك عن نهج البلاغة. عجيب. العلامة السيد محسن الأمين يقول إن نهج البلاغة مع صحة أسانيده في الكتب وجلالة قدر جامعه وعدالته ووثاقته لا يحتاج إلى شاهد، لا يحتاج إلى شاهد على صحة نسبته إلى إمام الفصاحة والبلاغة، بل له منه عليه شاهد. تفضل. العلامة محسن الأمين يقول بوثاقة كل نهج البلاغة. شيخ تقول لي لا دليل؟ يا شيخ مشان الله ارحم عقولنا. الأمر الثاني كذلك من كلام العلامة السيد محسن الأمين في كتابه أعيان الشيعة الجزء الأول الصفحة 79 يقول نهج البلاغة بعد كلام النبي فوق كلام المخلوق
ودون كلام الخالق لا يرتاب فيه إلا، أنا آسف شيخي والله هذا ليس كلامي، لا يرتاب فيه إلا من غطى الهوى على بصيرته. بقى إذا أنت هيك شيخنا أنا ما لي علاقة. ليس نهج البلاغة مرجعا للأحكام الشرعية حتى نبحث عن أسانيده ونوصله إلى علي، إنما هو منتخب من كلامه، أي من كلام علي بن أبي طالب في المواعظ والنصائح وأنواع ما يعتمده الخطباء في مقاصدهم. قلنا إن نهج البلاغة لا يحتاج إلى شاهد، بل هو شاهد بنفسه لنفسه. الله، كما لا تحتاج الشمس إلى شاهد على أنها شمس. بعد هذا الكلام ما عاد في كلام. فلما نحتج عليك في كلام الإمام علي بن أبي طالب في نهج البلاغة وتقول لي سند وما سند، بعد هذا الكلام أنا ما عندي. من بعد إذنك ترد لي على كلام نهج البلاغة حتى نرجع إليه إن شاء الله. الأمر الثاني تقول لي والله الإكراه النفسي. والله عجيب يا شيخ، أنت كيف عرفت؟ والله شيخ أنت كيف عرفت أنه هذا إكراه نفسي؟ وبعدين قلت أن علي بن أبي طالب هدد بالسيف على عنقه. وين هذا الكلام؟ منين جبته أنت شيخنا؟ بعد إذنك أسند لي هذا الكلام، منين جبته أنت؟ شيخ الله يعني شوف كلام عبث ما بدنا. بعد إذنك نحن في مناظرة، أنت منين جبت هذا الكلام أن علي هدد بالسيف على عنقه وأنه بايع في هذا الأمر؟ الله أكبر، بلا إسناد، فقط كلام من الشيخ. طيب الآن نأتي للحديث الموثق، كمان ما عقب عليه الشيخ سبحان الله وظل يضعف الحديث الموثق. شوف البهائي في مشرق الشمسين، البهائي العاملي الصفحة 269 يقول: قد استقر اصطلاح المتأخرين من علمائنا على تنويع الحديث المعتبر، ولو في الجملة إلى الأنواع الثلاثة المشهورة، أعني الصحيح والحسن والموثق. إيه وبعدها بأنه إن كان جميع سلسلة سنده إمامين ممدوحين بالتوثيق فصحيح، أو إمامين ممدوحين بدون كلا أو بعض مع توثيق الباقي فحسن، أو كانوا كلا أو بعضا غير إمامين مع توثيق الكل فموثق، وهذا الاصطلاح لم يكن معروفا بين قدمائنا. الموثق صحيح عندك شيخنا، لا ترجع تضعف لي إياه وتقول لي ضعيف. الموثق معتبر عندك في المتقدمين، والمتأخرين بلشوا يلعبوا فيه، لكن أغلب المتأخرين يعملون بالموثق. الأمر الآخر يقول لي أثبت بأن علي بن أبي طالب قد بايع، إجماع أهل السنة والجماعة، وأنت تعلم هذا. أنت الآن تنفي فقط إجماع أهل السنة والجماعة بحديث في صحيح البخاري، وحديث عند الإمام الذهبي، وحديث عند الإمام الحاكم بنص أن علي بن أبي طالب قد بايع بيومها أو ثاني يوم، تمام؟ وقيل أن البيعة الثانية اللي هي تتكلم فيها في بداية الحديث بعد 40 يوم أو بعد 6 أشهر هي البيعة اللازمة، بيعة التأكيد. فقد بايع علي بن أبي طالب بيعتان، بيعة البيعة العامة بيعة التأكيد الثانية. فشيخي من بعد إذنك تعقب على كلامي وترد لي على كلامي. كلامك كله يخالف ما في كتبك، كلامك كله يخالف ما في كتبك. معطيات في منتهى الأهمية حقيقة. نتمنى الشيخ حامد هو جدير بهذا. الأسانيد اللي ذكرها الشيخ فؤاد يا ريت حضرتك تتفاعل معايا يا فندم، وسعادتك أيضا جدير بده. طيب اتفضل شيخ حامد. حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. البيعة بالإكراه هذه بيعة ليست شرعية، يعني لا تزيد الشيعة إلزاما ولا تدفع السنة بأن خلافة أبي بكر خلافة شرعية. أنا لم أنكر أن العلماء يقولون
أن هناك بيعة حصلت لأمير المؤمنين وهي بيعة بالإكراه، ولكن دليل السيد المرتضى في الشافي هي روايات أهل السنة يا حبيبي. في الجزء الثالث إخواني صفحة 444 الأستاذ يقول لي أنت تتكلم بلا دليل. أنا أتكلم بمسلمات يا حبيبي وليست أمورا نظرية تحتاج إلى إثبات. أنا أنقل لك هذا النص الذي استشهد به السيد المرتضى في كتابه الشافي. يقول نعم: فقال له أبو بكر بايع، فقال له علي عليه السلام: فإن لم أفعل؟ فقال: أضرب الذي فيه عيناك. فرفع رأسه إلى السماء ثم قال: اللهم اشهد، ثم مد يده. هذه الرواية يرويها من؟ يرويها السيد المرتضى عن أهل السنة. هذا سندها عن إبراهيم بن عثمان، عن ابن شيبة، لاحظوا إخواني، عن خالد بن محمد البجلي، عن داود، وهذا كلهم هذا رجالهم، هذا سند سني. على كل، نهج البلاغة، نهج البلاغة يا حبيبي ليس للإمام أمير المؤمنين. نهج البلاغة كتبه الشريف الرضي رضوان الله تعالى عليه، وقال أن هذه خطب أمير المؤمنين، خطب أمير. وأنت الآن إذا كنت طبعا حتى الكتاب الذي إخواني الأعزاء، حتى الكتاب الذي استشهد به فضيلة الشيخ فؤاد على أن الإمام أمير المؤمنين بايع في نهج البلاغة ما بيبايع. غاية ما في الكتاب يقول أن الشورى للمهاجرين والأنصار، ما بيها ذكر أني بايعت أبي بكر، ما بيها. ثم إذا كان نهج البلاغة صحيح فهو متعارض، فإن الشقشقية تعارض هذا الكلام الذي جنابك أتيتنا به. فإن الشقشقية واضحة تقول أن أبا بكر غاصب للخلافة، غاصب لحق أمير المؤمنين. إن ابن أبي قحافة يعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى. بس يسوي بعد: أصول بيد جذاء أم أصبر على طخية عمياء، أرى تراثي نهبا، ماذا أصنع؟ فالإمام عليه السلام، إذن احتجاجك بنهج البلاغة على أن الإمام أمير المؤمنين بايع لا دليل عليه، لأن حتى الكتاب الذي أنت احتججت به ليس فيها دلالة على أن الإمام أمير المؤمنين بايع أبا بكر. كل ما في ذلك، كل ما في الكتاب أن الشورى للمهاجرين والأنصار، فإذا أجمعوا على رجل وسموه أميرا ما كان للحاضر والشاهد، هذا كل ما به أنه آن بايعة أبي بكر. لاحظوا إخواني الأعزاء، فإذا المهم ليس أن الإمام علي بايع مكرها، هذا ثابت، يعني مو ثابت 100%، لكن مذكور في كلام العلماء. فأنت ماذا تريد أن تستفيد يا فضيلة الشيخ، وماذا يريد أن يستفيد السني أو السلفي أو الوهابي أو المخالفين لآل البيت؟ الفائدة المترتبة التي ينتفع بها عقائديا. طبعا بالمناسبة فضيلة الشيخ ذكر بعض الكتب التي تنقل بأن الحديث الموثق معتبر. أنا أقول لك نعم معتبر، ولكن في الأحكام الفقهية أصول الدين نحن أمام قضية عقائدية وليست قضية فرعية في الفقه. فإن أصول الدين وملحقات أصول الدين التي تثبت الاعتقاد، وكما تعلمون أن الخلافة الحقة هي عقيدة، الخلافة الحقة هي عقيدة من عقائد الإمامة، من أصل من أصول الدين. كيف تثبت بحديث موثق؟ كيف تثبت؟ يعني أبا بكر صار خليفة الله ورسوله لأن أمير المؤمنين بايعه، ويقول النص الموثق بايعه مكرها، هذا تثبت بعقيدة؟
يا فضيلة الشيخ الحديث الموثق معتبر في أبواب الفقه ومعتبر في جزئيات قليلة جدا. أيضا لا يمكن بها الجزم 100% أن الفقيه لا يفتي بالجزم 100%، لأن الحديث الموثق طريق ظني وليس طريقا قطعيا. ما أدري هسه فضيلة الشيخ لماذا يخلط بين هذه الأمور. على كل الإخوان الأعزاء، شكرا فضيلة الشيخ حامد، بشكر حضرتك. انت قلت عبارة في منتهى الأهمية، قلت انه بايعه. احنا لسنا نريد ان نثبت ان الامام علي بايع، لا، الاثبات هل ان بيعة امير المؤمنين كانت شرعية؟ هل ان بيعة امير المؤمنين علي بن ابي طالب تعطي الحق لابي بكر ويجعله خليفة الله ورسوله؟ انا اقول لك هناك روايات كثيرة في كتب. طيب بالإكراه دي يا شيخ حامد، أن البيعة حصلت بالإكراه، إذا ماكو فائدة. شكرا شيخ حامد. شيخ فؤاد، العبارة اللي قالها الشيخ حامد هي في منتهى الخطورة وسعادتك جدير بالتفاعل، اتفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. طبعا الشاهد يستمع أن كلام الشيخ حامد كله متضارب. حجي أنت طعنت في الشريف الرضا وقلت لي أن نهج البلاغة هو من ألفه وقال أن على أمير المؤمنين يعني الشريف كذاب. تدري يكذب على أمير المؤمنين؟ تدري الشريف عندك كذاب؟ الآن نقولها أمام الجميع، كذب على أمير المؤمنين. قل لي كذب، هو كذاب. ها قلت لي أن نهج البلاغة ليس لأمير المؤمنين، وهذه عجيبة عند الشيخ حامد. شريف الرضي طلع ايش؟ طلع كذاب يا اخوه. الامر الثاني، حلو جيد. الامر الثاني تقول لي ان البيعه كانت غير شرعيه. تعالوا نروح لعند آل كاشف الغطاء في الصفحه 193 الى الصفحه 196 كله كلام عن البيعه. قل لي بيعه غير شرعيه. يقول في كتابه أصل الشيعة وأصولها الشيخ كاشف آل الغطاء: وحين رأى أن المتخلفين أعني الخليفة الأول والثاني بذلا أقصى الجهد في نشر كلمة التوحيد وتجهيز الجنود وتوسيع الفتوح ولم يستأثروا ولم يستبدوا، الله أكبر، بايع وسالم. أمير المؤمنين يبايع على ماذا؟ اسمع الآن، كمل. وأغضى عما يراه حقا له محافظة على الإسلام أن تتصدع وحدته وتتفرق كلمته ويعود الناس إلى جاهليتهم الأولى. الصفحة 194. الآن يقول، يسرد كلامه في الصفحة 196، يقول: وبقي شيعته منضوين تحت جناحه ومستنيرين بمصباحه. إن لم يكن للشيعة ولم يكن للشيعة والتشيع يومئذ مجال للظهور، لأن الإسلام كان يجري على منهاجه القويم. الله أكبر. أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب صاحب الولاية التكوينية قاعد هيك يستنى، ولا بايع أبو بكر بالإكراه وبايع عمر بالإكراه وبايع عثمان بالإكراه، مع أنه اعترف علي بن أبي طالب في الكلام الذي لم يعترف فيه الشيخ حامد: بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان. وفي نهاية الحديث يقول: كان ذلك لله رضا. هذه البيعة فيها رضا لله عز وجل. والشيخ حامد يقول لا، كذب. الشيخ حامد عشان ينصر نفسه يا أخوة هدم كل نهج البلاغة. إذا واحد شيعي بيجيني ثاني مرة بيستدل بنهج البلاغة، ترى أعطي الخطبة الشقشقية، ما لا كنت تستدل فيها شيخي على أساس ما هي اللي خط للإمام علي. الخطبة الشقشقية مو من تأليف الشريف الرضا. شيخنا كيف الآن تستشهد فيها تقول لي هذا مخالف؟ لا إله إلا الله. الآن الكل يستمع ويرى أن كلامك متضارب. أنا ما لي علاقة شيخنا. طيب، من كلام الشيخ كاشف الغطاء، من كلامه نستنتج يا أخوة
أن بيعة علي لأبي بكر رضي الله عنهما مبنية على صلاح أبي بكر. والله العظيم بيعة علي بن أبي طالب لأبي بكر الصديق مبنية على صلاح أبي بكر، بدليل الكلمات الواردة في النص، وهي أن أبا بكر بذل أقصى الجهد بنشر كلمة التوحيد، وجهز الجيوش، ووسع في الفتوحات لنشر الإسلام، ولم يستأثر بشيء ولم يظلم، وقد كان للإسلام في عصره يسير على منهجه القوي. علي بن أبي طالب البيعة التي بايعها لأبي بكر فيها صلاح لأبي بكر الصديق، لا وفيها اعتراف آل كاشف الغطاء، ونقلت لك الشريف، ونقلت لك أيضا كلام نهج البلاغة بأن البيعة مجمع عليها. بعدين شيخي أنت أسردت كلام من بعد إذنك، وهذه للمرة الثانية أقول لك، للمرة الثانية أقول لك شيخنا، شوف أنا أعطيك في الصفحة والجزء، وأعطيك مين قال، وأعطيك بالحرف، تمام؟ أتمنى أنك تسند كلامك، أتمنى أنه الكلام اللي تجيبه على أن علي بن أبي طالب وأبو بكر هددوا ولا أقلع عيناك أقلع عيناك، منين جبتها يا شيخنا؟ يا شيخنا منين جبتها؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. شيخنا أتمنى أنك تسند كلامك. طيب خلص وقتي أنا أستاذ محمد، خلص الآن. اسمعوني يا أخوان، أستاذ محمد تسمعني؟ مسموع صوتي يا شيخ؟ نعم الآن تمام. بس أنا بشكرك شيخ فؤاد، أنا بشكرك. نعم يا فندم. طيب شيخي شيخ بس حامد ألزمني وخلني أجاوب على سؤالي. ساعة بيقول لي نهج البلاغة ليس للإمام علي، وساعة بيستشهد في الخطوة الشقشقية، مع أنه الخطوة الشقشقية طالعنا فيها مجهول لكن ما رد عليها. خلي يجاوب على الحديث الأول اللي أعطيناه إياه الموثق، وأعطيناه أن الموثق يعني الصحيح، أعطيناه من كلام البهائي، تمام؟ شيخنا خلي يرد على أسئلتي. واعترف، وبشركم يا أخوة أن المعمم حامد اعترف ببيعة علي بن أبي طالب، مع أنه محاورتنا كلها بين النفي والإثبات. أنت لازم تنفي شيخنا، مو لازم تثبت لي بيعة علي. شكرا كثير لك. طيب العبارة اللي قالها يا شيخ فؤاد، العبارة اللي قالها الشيخ حامد بأن البيعة تمت بالإكراه، ممكن صحيح يا شيخ، هم زودوا الله المستعان. يا شيخي أنا أعطيتك كلام، شوف أنت لازم شيخي يكونك يعني مدقق معي على كلام آل كاشف الغطاء. طيب يقول أن الخليفة الأول والثاني بذلا أقصى الجهد في نشر كلمة التوحيد وتجهيز الجنود وتوسيع الفتوح ولم يستأثروا، حتى قال بعد ذلك بايع علي بن أبي طالب، بايع، ولا فيها إكراه ولا فيها شيء، بل دليل على صلاح أبي بكر الصديق بأنه إيش؟ قد وحد الإسلام والمسلمين، وأنه قد نصر الإسلام والمسلمين. يا شيخ حامد الشيخ فؤاد ما احنا قلتها ان البيعه تمت، هو الان بينفيها من نهج البلاغه. تفضل شيخ حامد وسعادتك جدير بالتفاعل. في نقطة بس إذا تسمح لي فيها، نقطة أخيرة أسألها وأتمنى أن نسجلها. الشيخ حامد نقل الإجماع، يقول أن إجماع الشيعة، شيخ حامد إجماع الشيعة وكل هدول يعترفوا ببيعة علي لأبي بكر. كيف؟ يعني كيف؟ أنا فهمني كيف الإجماع وكل العلماء اللي أعطيتك إياهم هلا يعترفون ببيعة علي؟ وين الإجماع؟ وين الإجماع في ذلك؟ ما قلت لك أنت يعني تضرب نفسك شيخنا، أنا والله ما لي علاقة، لكن أرجو أنك توضح للمستمعين، أرجو أنك توضح للمشاهد. تفضل. شكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. أكرر كلام السيد الرضي رضوان الله الشريف المرتضى في الشافي. إخواني الأعزاء، الرواية التي نقلتها يقول أنت منين جبت أن الإمام علي بايع بالإكراه؟ ما هو الدليل؟ ما هو المصدر؟ أنا أكرر المصدر لعل فضيلة الشيخ. لا شيخنا مو هذا بعد إذنك. أنا ما قلت لك أعطيني الدليل على أنه بيع بالإكراه، أنا قلت لك أعطيني على التهديد، أن أبا بكر هدد علي بن أبي طالب وقال له لأقلع عيناك من رأسك، والكلام هذا اللي أنت جبته. أبشر. هذا إخواني الأعزاء كتاب السيد المرتضى الشافي في الجزء
الثالث صفحة 244. هو استشهد بأن الشريف المرتضى في كتابه الإمامة قال بأن الإمام علي بايع ويريد بايع. طيب قلنا له بايع بالإكرام، قال جيب الرواية. أبشر، أنا قرأت الرواية التي ذكرها السيد في الشافي، لكن الأستاذ لم يكن على السمع. طيب هذه الرواية يا حبيبي، يقول قال السيد المرتضى وذكر رواية إبراهيم بن عثمان بن أبي شيبة عن خالد بن مخلد البجلي عن داود بن يزيد الأودي عن أبيه عن عدي بن حاتم قال إني لجالس عند أبي بكر إذ جيء بعلي عليه السلام فقال له أبو بكر بايع، فقال له علي عليه السلام فإن لم أفعل ما أبايعك، فقال أضرب الذي فيه عيناك، فرفع رأسه إلى السماء ثم قال اللهم اشهد ثم مد يده. هذه الرواية من ينقلها؟ ينقلها الشافي في الإمامة في الجزء الثالث صفحة 244. الفضيلة الشيخ يقول أن علماءكم قالوا أن علي بن أبي طالب عليه السلام بايع أبا بكر وفرحا مسرورا مبتهجا. طلع أنه السيد المرتضى يقول لا عمي الإمام علي بايع تحت السيف. هذه وضحت يا فضيلة الشيخ؟ أكرر بعد أم عندك شيء بعد آخر؟ الإجماع. إخوان الأعزاء، أنا قلت في بداية الكلام أن فعل الإمام لكي يكون حجة يجب أن يسلم السند. حديث صحيح، نحن في باب عقائدي، عقيدة هاي مو فروع، عقائد لا تثبت إلا بالقطع واليقين. ومع ذلك شوفوا إخوان الطامة الكبرى التي وقع بها فضيلة الشيخ، أنا ما أدري كيف يعالج هذه الأمور. يقول أن نهج البلاغة أثبت أن الإمام علي بايع. ما هو الدليل؟ الدليل كتاب أمير المؤمنين إلى معاوية أنه بايعني زين الحديث ذكر فيه أني بايعت. كلامك في أنه بايع ليس كلامنا في الشورى ولا في المهاجرين ولا في كلامك. أنت تقول موضوع اليوم أريد أن أثبت أن الإمام علي بايع. طيب قلنا لك بايع رواية إجماع الشيعة، يقول الشيخ المفيد إجماع الشيعة على أنه لم يبايع قط. ذهب بعض علمائنا إلى أنه بايع بالإكراه، وذكرنا لك رواية الشافي وهذا قول الشافي. إجماع الشيعة هو الحجة، إجماع الشيعة هو الحجة، ليست الأخبار المتضاربة أو الأخبار الشاذة. ثم تعالوا إلى الطامة الكبرى، أن الإمام علي لما رأى الفتوحات، شوف المصيبة، شوف النص المتهافت، النص الباطل بذاته. الإمام علي كما يذكر كاشف الغطاء يقول لما رأى الفتوحات وأن الإسلام انتشر سالم وبايع. هو في بيعة أبي بكر لما أخذ الخلافة أكو فتوحات يا فضيلة الشيخ؟ يعني أن الإمام علي لما رأى العراق قد فتحت والشام قد فتحت والإسلام بدأ ينتشر أخرج عمر من قبره وبايعه، وأخرج أبا بكر وبايعه، وأخرج أي كلام هذا؟ على من تضحكون يا فضيلة الشيخ؟ هذا كلام يضحك الثكلى، يضحك الثكلى هذا الكلام. وإن كان قاله الشيخ كاشف الغطاء هذا كلام مشتبه، كلام إنسان يجتهد ويخطئ. ثم تعالوا إلى المصيبة الكبرى. أنا قلت أن نهج البلاغة ليس للإمام أمير المؤمنين، أي أن الإمام لم يؤلفه، الذي ألفه الشريف الرضي وجمع فيه خطب أمير المؤمنين. فكلام أمير المؤمنين عليه السلام لا يرد، ولكن هل أن نهج البلاغة كله بأمير المؤمنين؟ الكافي الشريف بعظمته وبأسانيده
وبتواتره لا يوجد عالم من علماء الشيعة يقول هو صحيح من الجلاد إلى الجلاد، فما بالك بنهج البلاغة؟ يا حبيبي، نهج البلاغة يختلف عن كلام أمير المؤمنين. نعم، نهج البلاغة جمع فيه الشريف الرضي أغلب خطب أمير المؤمنين وحكمه القصار ومواعظه وكتبه إلى عماله وجنوده، ولكن هل يثبت أن الإمام علي بايع بيعة شرعية؟ يا حبيبي، إن كان تريد أن تقول أن الإمام علي بايع قبل، هاي هي، فهذه رواياتكم موجودة ما شاء الله، لكن ماذا تريد أن تستفيد أنت ماذا تريد أن تستفيد؟ تريد أن تلزم الشيعة بأن خلافة أبا بكر شرعية غصبا عليكم. يا بكيف؟ لأن إمامكم بايع طيعا حبابا وذبح الذبائح لما تسلم أبا بكر الخلافة وصار جنديا. أين هذا الكلام يا حبيبي؟ إذا كنت تريد أن تقول فقط بايع، أقول لك ذكر بعض علماءنا أنه بايع مكرها، لكن إيش تستفيد؟ ما راح تستفيد شيء، ما تستفيد شيء. أما الشيخ المفيد لا، يقول أن أصلا أجمعت الأمة على أن الإمام لم يبايع، فإذا المسألة أصلا فيها خلاف. فالإجماع الذي تريد أن تلزم به يجب أن تأتي بإجماع الشيعة على أن الإمام علي بايع أولا، وأن بيعته كانت بالرضا وبالاختيار لا بالجبر والإكراه، قبل أن أسرد عليك رواياتكم التي هدد فيها عمر بن الخطاب أمير المؤمنين وهدد فاطمة الزهراء بأنه إذا لم يبايع علي سأحرق عليكم البيت. سأقرأ لك بعضا من هذه الروايات التي تؤكد أن الحكومة السقيفية مارست الضغوط العسكري والضغط المسلح على بيت أمير المؤمنين ومن كتبكم ومن صحاحكم. ده كلام خطير جدا، خليها في الشق الثاني يا شيخ حامد. ده كلام خطير جدا يا فندم، خليها في الشق الثاني يا فندم. اتفضل شيخ فؤاد، اتفضل. طيب هذه آخر مداخلة ولا لسه في عندي مداخلة؟ احنا لسه يا فندم، لسه المناظرة فاضل لها نص ساعة يا فندم لسه. اتفضل يا فندم. تمام شيخي، تمام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نبدأ بأول حديث هو جابه. الآن سماحة الشيخ كان يطعن بالحديث الموثق. سمعتوها ولا ما سمعتوها؟ كان يطعن في الحديث الموثق. الحديث اللي جابه اللي هو بالشافي في الإمامة المجلد الثالث صفحة 244 اللي قال فيها أبو بكر الصديق أضرب الذي فيه عيناك، فيها إبراهيم ابن عثمان ابن المخالف. متروك الحديث. طيب سمعتوا؟ الحمد لله متروك الحديث. يا عيني انت الان تستدل علي بالضعيف، وبعدين انا والله فكرت انه هذه الروايه عندنا في كتب اهل السنه، تروح تستدل علي في كتبك. والله عجيب يا شيخ، عجيب، كانك اول مره في المناظرات، انا ما اعلم والله. طيب تستدل علي في كتبك ولا وبحديث ضعيف كمان، عجيب جدا. ما في مشكله. الامر الثاني يقول لي وين بيعه امير المؤمنين في قوله في نهج البلاغه أنه قد بايع الذي أنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه. حجي ما أنا سألتك سؤال أنت هربت، آسف يعني، لكن أنا سألتك سؤال قلت لك هل في اعتقادك أن أمير المؤمنين لم يبايع خالف رضا الله من كلامه؟ ما هو قال إن اجتمع هؤلاء القوم على رجل وسموه إماما كان ذلك لله رضا، كان ذلك لله رضا، واتبع. وأيضا من بايع أبو بكر وعمر وعثمان في كلامه اتبع نهج مين؟ سبيل المؤمنين. حجي سبيل المؤمنين شيخنا. هل خالف علي بن أبي طالب رضا الله تبارك وتعالى، وهل خرج عن رضا الله تبارك وتعالى في قولك؟ جاوبنا شيخنا، انت ما جاوبت ترى.
بالنسبه لهذه النقطه من اولها ما جاوبت، فاتمنى انك ايش؟ انك تجاوب عليها. طيب الامر الثاني، كلام اهل كاشف الغطاء يقول لي يعني ايمتى تبايع امير المؤمنين؟ بعد انه شاف الخليفتين جهزوا الجيوش وجمعوا، بايع ولا ما بايع؟ بين النفي والاثبات شيخنا، البيعه بين النفي والاثبات، مو جاي تثبت لي البيعه. يعني انت من كلامك تقرر كلام اهل كاشف الغطاء، وهذا شيء ممدوح عندي، ممتاز جدا، يعني ممتاز جدا انك تقرر كلام اهل كاشف الغطاء بانه قد بايع وسالم. هذا من كلام اهل كاشف الغطاء. تقول لي والله ها متضارب بعد ما جمع الجيوش وبعد ما، انا قلت لك فيه حتى انه صلاح لابي بكر رضي الله عنه وارضاه، ورضي الله عن علي بن ابي طالب، الخليفتين اللذان نصرا الاسلام ونصرا السنه، الحمد لله. في حديث انت قلته شيخنا اللي هو رؤيه علي بن ابي طالب عن رؤيه علي بن ابي طالب ابي بكر وعمر بانهما كاذبان آثمان غادران. شيخنا هذا كلام عمر رضي الله عنه وارضاه وليس كلام علي بن ابي طالب، لعلك لم تقرأ نص الروايه بشكل صحيح. هذا كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه سياقا لكلام العباس في علي بن ابي طالب، ساق هذا اللفظ عمر بن الخطاب. اما العباس وعلي بن ابي طالب اول ما جاءوا لعمر في نص الروايه ايش قالوا له؟ قالوا له يا امير المؤمنين اقضي بيننا، اعترف قال يا امير المؤمنين. فاتمنى شيخنا حتى نوع بيسمعوك الشيعه ما تقلب الكلام، الله يهدينا واياك. طيب جاوبني، سجل بعد اذنك، هل خالف علي بن ابي طالب رضا الله؟ بعد شوي تنفي لي نهج البلاغه. انا عجيب، ساعه انك تثبت نهج البلاغه وساعه تنفي، ساعه تقول من كلام الشريف وساعه تقول لي جمع خطب الامام علي. بعد اذنك اثبت على قول، من بعد اذنك، الله المستعان. يقول لي كلام الخوئي في الموثق ليس في اصول الدين. كيف عرفت انت شيخنا؟ كيف عرفت من بعد اذنك؟ اعطيني دليل، اعطيني دليل. اظن اني انا انتهيت من مداخلتي. يعني شوف، حتى ان الشيخ اثبت البيعه، عنوان، برجع بكرر للمره الثالثه، عنوان المناظره هل علي بن ابي طالب بايع ابا بكر ام لم يبايع؟ بين النفي والاثبات. الشيخ قاعد يثبت ويقول لي مكره وغير شرعيه. جبنا له كلام الكاشف في الغطاء، راح اوله على كيفه وجاب لي سؤال ما بعرف كيف ضبط معه اصلا السؤال. اذا من بعد اذنك شيخنا رد لي على نص كلام الكاشف في الغطاء انه بايع وسالم. تمام، بايع وسالم. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. متى بايع وسالم؟ لما راى الفتوح. بس شيخي علي صوتك، علي صوتك، علي. متى بايع الامام؟ متى؟ والله عندنا من ثاني يوم. لا وهذه البيعه الاولى البيعه العامه، اما البيعه الثانيه التاكيديه واللي هي البيعه اللازمه، اي اللازمه بامور البيعه، هي بعد 6 اشهر وفي بعد 40 يوم، يعني بيعتان لعلي بن ابي طالب، البيعه العامه وهذا ما اثبته الحاكم ايضا. تريد اهل السنه والجماعه اجيب لك روايات للصبح، تمام؟ والبيعه الثانيه التي اثبتها البخاري ومسلم. شيخنا الفاضل، كتبكم ليست حجه. لا انت تقول لي عني انا في اعتقادي، فانا اتكلم في اعتقادي. اما في اعتقادك انت بايع ولا ما بايع؟ من الاخر طيب. بايع ولا ما بايع؟ وقلت لي لما تقول لي اكراه لازم تجي وتستدل على علي بن ابي طالب في بيع. يعني عجب، شوف عجب علي بن ابي طالب. شوف والشيخ الان ادقق لك على النقطه الثالثه. عجب علي بن ابي طالب لما راح وبدي بايع ابو بكر الصديق وقلتم بالاكراه، قلتم عن ابي بكر انه فعل جريمه، اغتصب الخلافه. ولما تكلم علي بن ابي طالب على طلحه والزبير قلت لهم لا، هذه كراهه نفسيه. الله يا شيخ،
الامر الثاني شيخنا، تقول لي كتبك مو حجه عليك، كيف تستدل علي اذا بابي بكر الصديق في روايه شيعيه عند الشريف؟ كيف تستدل انه يقلع العينان من الراس؟ هذه روايه شيعيه، انت كيف تقعد تستدل علي فيها؟ وتقول لي كتبك مو حجه عليك؟ فلا يكون كلامك متضارب شيخنا، الله يهديك. تفضل. طيب، كلام الشيخ كاشف الغطاء، متى بايع الإمام علي؟ متى بايع؟ لما رأى الفتوحات أم قبل الفتوحات؟ تسألني؟ أي نعم. شو؟ تفضل. الشيخ كاشف الغطاء يقول لما رأى الفتوحات بايع. أيوة. طيب، الفتوحات متى حدثت؟ بعد موت والله أبي بكر؟ بالنسبة لنا في اعتقادنا استلام أبو بكر الصديق الخلافة هي بحد ذاتها فتح، لله الحمد والمنة. فتح لمن؟ فتح ضد بيت فتح النبي؟ للمسلمين أجمع ضد من؟ إقرار علي بن أبي طالب في ذلك أنه قاتل تحت رايته في حروب الردة. شيخ فؤاد، فتح خلافة أبي بكر فتح ضد من؟ ضد علي وجماعته أم ضد اليهود؟ ضد من؟ نعم. خلافة أبي بكر جنابك الكريم تقول هي فتح، يعني الآن أنت تسجلني من وقتك شيخنا، ما بعرف أنا يا أستاذ محمد، الآن يسجلني من وقته، بدي أفهم الآن هذا السجال من وقته ولا أنت موقف الوقت يا أستاذ محمد؟ عشان أعرف رد أنا في وقتي، لأنه إذا هذا سجال وهيك من دون وقت لا أعرف أنا. خلي وقتي هذا، خلي وقتي. لا شيخنا بدي أعرف أنا من الأستاذ محمد عشان أعرف أنا أستاذ محمد إيش مقرر يا أستاذ محمد. بس اسمح لي هسه إلى أن يأتي الدكتور. أستاذ محمد، هل هذا سجال من وقته؟ الآن يسجلني ترى الشيخ. يا أستاذ محمد عزيزي، يبدو أن الأستاذ ما غيره يعني لا يصل إليه. فضيلة الدكتور فؤاد. شيخ عليكم السلام، تسمعني؟ مسموع؟ الصوت مسموع؟ الآن الصوت مسموع؟ صوتك أسمعه. نعم أنت صوتك مسموع يا شيخ خالد. نعم إذا أنت من. طيب تفضل يا شيخ حامد، معك المداخلة بتاعت حضرتك، تفضل. جيد. يا فضيلة الشيخ فؤاد، كلام الشيخ كاشف الغطاء، أيوة، لو سلمنا لك سلامة المتن، كلامه ليس سليما، لأنه يقول لما رأى الفتوحات بايع وسالم. كلام ما ينقبل. ليش ما يقبل؟ لأن أبا بكر وعمر ماتا. يعني هل أن أمير المؤمنين عليه السلام لما رأى فتح الشام في زمن أبو بكر، في زمن عمر، وفتح العراق، أخرج أبا بكر من قبره وبايعه؟ أي كلام هذا يا فضيلة الشيخ؟ والله يا شيخ الآن أنت تساجلني، معليش أنا أجاوبك مباشرة. لا حين رأى الخليفتين شيخنا، الخليفتين، وباعترافي أنه خليفتين، لا تنسى كذلك جملة الخليفتين، يعني باعترافي آل كاشف الغطاء. بوقتك يا حبيبي. خلاص تمام، في وقتي، يلا تمام، في وقتي تمام، خلاص أنا فكرت تساجلني، آسف، تفضل. بوقتك. إذن لا أريد أن يعني أدخل في سجال المتن. رأي كاشف الغطاء شاذ، لأن الشيخ المفيد قال أجمعت الأمة على أن الإمام أمير المؤمنين لم يبايع قط، والسيد المرتضى في الشافعي قال أن البيعة حدثت بالإكراه. فإذا لو سلمنا أن الشيخ كاشف الغطاء يقصد البيعة، أي يقصد البيعة الإكراهية، وهذا لا فائدة فيه. فإذا أمير المؤمنين بايع مكرها فلا حجية فيه. احنا نريد حجة، نريد البيعة التي تثبت شرعية أبا بكر. هذا واحد. إخواني الأعزاء، فضيلة الشيخ فؤاد نطق بمكنون عقيدته، أنا أشكره على هذا التصريح. يقول أن بيعة أبي بكر بحد ذاتها فتح. طيب، فتح مقابل أي جبهة؟ مقابل جبهة علي بن أبي طالب الذي امتنع في كتبهم إلى 6 أشهر، كما يصرح البخاري أن
أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام لم يبايع 6 أشهر إلى حين ماتت سيدة العالمين سلام الله عليها، ورأى أن الناس منكرون لوجهه، يعني أصبح ما مقبول كما يعبر هو، بايع. شو وقت؟ بعد 6 أشهر. 6 أشهر. هذه البيعة يا حبيبي التي جنابك الكريم تؤكد عليها، هذه البيعة هي في حد ذاتها لا تعتبر دليلا شرعيا لكم، لا تعتبر دليلا شرعيا على كل. فإذا البيعة الشرعية التي تثبت أن أبا بكر خليفة شرعيا، فضيلة الشيخ يقول أن هذا فتح قبال الجبهة التي حاربته وهو علي بن أبي طالب، لأن علي بن أبي طالب عليه السلام بقي 6 أشهر ممتنع. فالذي فتح هذا الفتح وفاز هذا الفوز العسكري ضد أي جبهة؟ ضد جبهة علي بن أبي طالب. وأنا سألت كثير من الأخوة المخالفين: من الذي نازع أهل البيت غير عمر وأبو بكر وعثمان ومعاوية؟ من الذي نازعهم؟ ماكو أحد في التاريخ نازع أهل البيت. عمر نازع علي بن أبي طالب الخلافة، وكما يذكر في صحيح مسلم وصحيح البخاري أن الإمام علي بقي ممتنع عن البيعة 6 أشهر. 6 أشهر، هذا الكلام صحيح. إذن الذي نازع أمير المؤمنين هو أبو بكر، ومن بعده عمر، ومن بعده عثمان، ومن بعده معاوية. معاوية نازع الحسن عليه السلام. هؤلاء الثلاثة نازعوا علي بن أبي طالب. فإذن العترة الطاهرة فتح هؤلاء الخلفاء، فتحوا دولتهم بماذا؟ بانتصارهم على العتر. أنا أشكر فضيلة الشيخ فؤاد على هذا التصريح الذي يكن به. إخواني الأعزاء، هذا لعله صحيح البخاري، لعلي أحصل على النص إذا كان لي فيه فرصة أن نعم. ترى إذا بدكم تحكوا بين بعضكم أحكوا عندي. عرفتوا شلون؟ تسمعوني صح؟ تسمعوني؟ يا فضيلة الشيخ عندي وقت لو لا؟ أظن أنه أخذ أكثر من وقت يا شيخنا، تعدينا ال9 دقائق. تفضل حتى أخرج النص. تفضل. لا يجي أستاذ محمد حتى تخرج، ما في مشكلة، لكن الأخوة يبقون منتظرين وهذا النص. أستاذ محمد، أستاذ محمد تسمعني؟ شيخي فؤاد، تفضل يا شيخي فؤاد، معك الكلمة. كم دقيقة يا شيخ؟ 7 دقائق. 7 دقائق. طيب، مع انه هو اخذ ترى اكثر من 7 دقائق، بس لا باس ان شاء الله. طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الشيخ ما أدري كأنه هو فؤاد الشامي. يا شيخنا أنت لازم تنفي، مو لازم تثبت. أنت الآن صار لك ساعة تثبت خلافة أبو بكر الصديق، وتثبت أن علي بن أبي طالب بايع أبو بكر، فأظن أنا ما ضل عندك شيء، لذلك أنت صرت ما بعرف كيف تروح يمين تروح شمال. يا شيخنا بداية تريدني أنا أنفي من كتبك؟ والله عجيب. يا شيخنا، اعتراف آل كاشف الغطاء بالبيعة جميل جدا. ايمت تقول لي فتوحات، تقول لي اعتراف في البيعة، بايع وسالم، والخليفتين ذكر أبو بكر وذكر عمر، يعني بايع أبو بكر وبايع عمر. تضرب أنت في كلام آل كاشف الغطاء عرض الحائض، فهذا بكيفك بعد. تم؟ طبعا كلام الشيخ. الأمر الثاني، لا تقاطع شيخ، لا تقاطع بعد إذنك، لا تقاطع، ما أسمح بالمقاطعة بعد إذنك.
الأمر الثاني برجع أقول لك كلام ابن حجر العسقلاني رحمه الله وكلام العلماء من أهل السنة والجماعة أن علي بن أبي طالب طبعا وفقا لرواية الإمام الطبري ووفقا لرواية الإمام البخاري أيضا والإمام مسلم بأن علي بن أبي طالب بايع بالفترة الأولى اللي هي البيعة العامة، وثم بايع بيعة ثانية، وهذه موجودة في كتب أهل السنة والجماعة. لذلك لا يعني أتمنى أنك إذا بدك تجيب النص تجيبه كامل، أتمنى. طيب، يقول الإمام الطبري، هذه عندنا يا إخوان أهل السنة والجماعة، حدثنا أبو صالح قال حدثنا عبد الرزاق بن همام عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أن فاطمة والعباس أتيا أبا بكر يطلبان ميراثهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو نص الرواية لأن علي بن أبي طالب. ثم قام علي فعظم من حق أبي بكر البيعة نفسها اللي هي البيعة الأولى. طيب، فاطمة كانت على قيد الحياة، تقول لي بعد 6 أشهر، فاطمة ماتت بعد 6 أشهر، أنت تعلم ذلك. ثم قام علي فعظم من حق أبي بكر وذكر فضيلته وسابقته، ثم مضى إلى أبي بكر فبايعه. قالت فأقبل الناس إلى علي فقالوا أصبت وأحسنت. قالت فكان الناس قريبا إلى علي حين قارب الحق والمعروف. الله أكبر. هذه عند أهل السنة والجماعة والحديث صحيح. طيب، حين رأى الخليفتين، من كلام آل كاشف الغطاء الخليفتين، تقول لي طالع أبو بكر من قبره، هذا من عندك شيخنا، من بعد إذنك لا تجيب كلام من يمين ويسار، هذا من عندك. كلام آل كاشف الغطاء يقول حين رأى الخليفتين الأول والثاني بذلا أقصى الجهد في نشر كلمة التوحيد وتجهيز الجنود وتوسيع الفتوح ولم يستأثروا ولم يستبدوا، فبايع وسالم. مو بس بايع أبو بكر الآن، مو أنا أثبت لك على فكرة بيعة بس أبو بكر، أنا الآن أثبت لك أيضا بيعة علي بن أبي طالب لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ليش ما جاوبتني على نهج البلاغة شيخنا؟ بزعل منك شيخنا، بزعل منك. ليش ما جاوبني؟ هل خالف علي بن أبي طالب رضا الله تبارك وتعالى؟ جاوبني يا شيخ إن شاء الله. مو عشانك، عشان الشيعة، عشان الشيعة اثبتنا لك ان نهج البلاغه كله صحيح، اثبتنا لك. قمت انت عشان تستدل علينا رح جبت لي الخطه الشقشقيه، يعني يا عمي، وهذا ممتاز جدا ترى. طيب هذا الحديث يا شيخ من بعد اذنك لا تقاطعني حتى انتهي، من بعد اذنك حتى تقطيع افكاري. خلاص رد انت، لا تقاطعني، لا تقاطعني، رد انت في وقتك، رد انت في وقتك من بعد اذنك يا استاذ محمد. عد لي الوقت كامل، انا لا اقبل. عد لي الوقت، لا سند له. لماذا عد لي الوقت؟ عد لي الوقت يا استاذ محمد، بدي اعيد الوقت كله. شيخ انا قاطعتك، انت بكل مداخلاتك انا ما قاطعتك، انت ليش قاطع؟ انا ما سمحت لك، لا قلت لك سجال من وقتي ولا سمحت لك تجاوبني. سجل عندك وجاوبني من وقتك. اجبتك 3 مرات، لماذا تكذب؟ ما اجبتني، هل خالف؟ طيب الان جاوبني. شوف الان انا اعطيك من وقتي الان وخلاص راح كمل الوقت. هل علي بن ابي طالب خالف رضا الله من كلامه؟ نعم او لا؟ اين خالفك؟ اين خالف؟ باي حادثه خالف رضا الله؟ لك هذه في حادثه بيعته انه قد بايعني القوم الذين بايعوا في نهج البلاغه. اثبت هذا الحديث صحيح، اثبت صحه هذا الحديث. والنهج البلاغه هذا من خطب الامام علي. اعطيني سند هذا الحديث. ولا خطب الامام علي نهج البلاغه يا ابني، نهج البلاغه مرسل، اعطيني سند هذا الحديث. نهج البلاغه الان مرسل، والسيد محسن الامين يقول ان نهج البلاغه مع صحه اسانيده. يا ابني يا رجل، مع صحه اسانيده في الكتب وجلاله قدر جامعه وعدالته ووثاقته يا شيخ. وبعدين تقول لي الشريف هو من ألف هذا الكتاب من خطب الإمام علي بن أبي طالب. ما هون عندك السيد محسن الأمين. محسن الأمين أعلم منك شيخ من بعد إذنك يعني، ولا استهانة فيك. محسن الأمين أعلم منك، يقول لك وجلالة قدر جامعه وعدالته ووثاقته. اهدأ. أريد سند صحيح لحديث هذا
بايعني انا القوم. اصحح لك نهج البلاغه من خطب الامام علي بن ابي طالب، يقول لك نهج البلاغه بعد كلام النبي انت تحتج صاد بكلام لا اصل فوق له، كلام المخلوق يعني أنت من ودون حقك- كلام الخالق، لا يرتاب لا فيه حول. الا من غطى الهوى على بصيرته. هذا كلام محمد حسين الامين. بقى انت غطى الهوى على بصيرتك، انا ما لي علاقه، انا ما لي علاقه. عشان انت تحتج علي شيخنا، معليش دقيقه بس، عشان انت تحتج علي وتقول اثبت لي الان. شوف كان سؤال يا اخوان، اثبت لي ان في هذا النص بيع لامير المؤمنين. اوف الان يقول لي اثبت لي الكلام كله، وبعد شوي يقول لي اثبت لي كل نهج البلاغه. شيخي ما اثبت انت نهج البلاغه مش انا. محمد محسن اثبت نهج البلاغه وثاقط وضبط، تقول انه بعد كلام الخالق. معليش شيخنا معليش، سيد محسن الامين اعلم منك، مش انت الان تضرب كلامه. لا بدك تضرب كلامه بعرض الحائط قل لي عشان انتقل لحديث ثاني. بدك تضرب كلامه في عرض الحائط قل لي. اهدى ليس هكذا. عادي لا انا هادي بالعكس تماما، انا هادي جدا. لكن شيخنا إذا علي بن ابي طالب جاوبني على سؤالي، هل خالف علي بن ابي طالب رضا الله؟ يا فضيلة الشيخ، حديث بايعني القوم، أنا الآن أسلم لك وأترك التشيع وأصير وهابي إذا أثبتت لي أن هذا الحديث سنده صحيح. والله وبالله وتالله أنا الآن أترك التشيع، أثبت لي أن حديث بايعني القوم الذين بايعوا الذين قبلي أنه بسندهم صحيح، وأنا أترك التشيع. بعد شو تريد؟ الله أكبر. يعني الآن أنت تنكر أن نهج البلاغة ليس للإمام علي؟ سؤالي واضح جدا. لا أجبني على سؤالي. هذا من نهج البلاغة، هذا كلام من نهج البلاغة، هذا الكلام من نهج البلاغة. أنت تنكر؟ سؤالي جدا واضح. لا شيخنا لا تهرب من إلزامي من بعد إذنك، لا تهرب من إلزامي. هذا الكلام من نهج البلاغة، والشريف الرضي وفق كل نهج البلاغة وقال أن نهج البلاغة كلام بعد كلام الخالق وفوق كلام المخلوق. هل تكذب الشريف في ذلك الكلام؟ وأنا أتبع كلامك؟ اسمع، اهدأ وأثبت المنهج. اتركني من اهدأ، جاوبني شيخنا من بعد إذنك يا أستاذ محمد تدخل من بعد إذنك. هل خالف عندما ألزمته يا أخوان؟ عندما ألزمته يقول هل خالف علي بن أبي طالب رضا الله تبارك وتعالى في هذا القول، والقول من نهج البلاغة من خطب الإمام علي بن أبي طالب؟ فضيلة الشيخ، المنهج العلمي أسسنا له أن المعصوم قوله يصبح حجة بأربعة: صحة السند، وسلامة المتن من المعارضة للكتاب، والمعارضة الذاتية للحديث الآخر، والتقي. هذا الحديث اللي أنت استدللت به وتطالب أكثر من مرة هل أن الإمام فعل رضا الله أو خالف رضا الله، هذا الحديث مبني على قاعدة فاسدة، وهو أنك أثبتت أن هذا الحديث صحيح 100%. أنا الآن من باب الإنصاف لجنابك الكريم أثبت لي صحة هذا السند، سند هذا الحديث، وأنا أترك التشيع كله، أتركه. بعد شو تريد؟ شيخنا أنا أثبت لك كل نهج البلاغة، مو بس هذا الحديث. بابا أنا أريد بس هذا الحديث، عوف نهج، أريد بس هذا. يعني هذا من وين؟ هذا من كتاب طيحي نيحي، يعني ما هو من كتاب نهج البلاغة. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله عليك. يعني هذا منين هذا الكتاب؟ الله المستعان. منين هذا القول؟ مو من نهج البلاغة؟ أنا أشكرك. والله تضحك على نفسك يا شيخ، أقسم بالله. شكرا. والله العظيم تضحك على نفسك يا شيخ. أثبت لك، أقول لك كل نهج البلاغة، أنا أثبت لك ووثقت لك كل نهج البلاغة، ومن ضمنه هذا الكلام. لا حول ولا. هل تنكر الآن؟ هل تنكر كلام محسن الأمين محمد محسن الأمين ولا كيف انتم؟ النص اللي يصالح هو وهذا طبعا ايش؟ لو انت سامعني، انت معلش، معلش يا شيخ حامد، وانت طلبت ان انت تعمل سجال، والسجال كان معلش لا اسمعني بس حامد، في باقي من وقته 3 دقايق، معلش خليه ياخد ال3 دقايق وبعد كده هدي لحضرتك انت. اتفضل يا شيخ فؤاد، معاك 3 دقايق. طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الشيخ
حامد إما أن يكذب نهج البلاغة كامل ويقول لي بس يريد هذا النص. بهواك يعني شيخ؟ بهواك؟ كلام الشريف ألزمك؟ قل لي ألزمني أو كذب كلام الشريف. كلام أي نعم، كلام محمد محسن الأمين. كذبه مثل ما كذبت أنت آل كاشف الغطاء، ومثل ما كذبت كمان الشريف. يعني عادي، أنت نفيت الآن كلام الشريف، ونفيت آل كاشف الغطاء، ونفيت كلام محمد محسن الأمين بس عشان ترضي نفسك. سبحان الله. والله العظيم الآن الشيعة يشاهدوك في صمت ويعلمون أنك متضارب. والله العظيم أثبتت أنت بيعة الإمام علي بن أبي طالب، مع أنه عنوان البث هل بايع أبو بكر أم لم يبايع؟ هل بايع علي أبا بكر أم لم يبايع؟ بس بايع إلا ما بايع؟ تقول لي في الإكراه، تقول لي في الإجبار، تقول لي في الرضا، بايع ولا ما بايع؟ من اعتراف يا أخوان، من اعتراف المعمم حامد أنه قد بايع. أما بالنسبة لكما يؤلفون وكما يعني الله المستعان يكذبون على الإمام ولا حول ولا قوة إلا بالله بأنه قد بايع مكرها، يا رجل إمام معصوم مع ولاية تكوينية، كيف أنتم تطعنوا فيه وبالإكراه؟ أنا ماني عرفان. أنا والله العظيم يعني أحيانا لما يوقف الإنسان في التفكير في دينكم، إمام معصوم معه ولاية تكوينية يبايع بالإكراه. الله أكبر. شكرا شيخ فؤاد. شيخ حامد مع حضرتك 5 دقايق يا فندم، امامنا معطيات. تفضل. تفضل شيخي، وارجو ان يجاوبني على اسئلتي. ارجو من الله ان يجاوبني على اسئلتي، ما يروح لي يمين ويروح لي شمال. في الكلام أصلنا القاعدة الشيعية لإثبات حجية الإمام، فعل الإمام، على مبنى فضيلة الشيخ وعلى القاعدة اللي هو يريدها والموضوع اللي يريده، أنه يريد يثبت أن الإمام علي بايع أو لا. ما هو الدليل؟ طبعا لابد أن يكون الدليل من كتب الشيعة على أن الإمام قد بايع. طيب، روايات الشيعة وعلماء الشيعة اختلفوا. الشيخ المفيد يقول أجمعت الأمة على أن الإمام علي لم يبايع. السيد المرتضى يقول البيعة حصلت بالإكراه. طيب، إذن بطل الدليل القطعي الذي يثبت أن الإمام علي بايع أصلا. ماكو دليل قطعي يا فضيلة، ركز. أقوال العلماء تضاربت، وعند التعارض ماذا يقول علماء الأصول؟ في تعارض الآراء تتساقط الآراء، في تعارض الروايات تتساقط الروايات. فعلماء الشيعة، أنا أريد أن أسلم لك من الأخير حتى أريحك وأريح المتابعين في الأساس العلم. آراء علماء الشيعة تضاربت، تعارضت. ما هو الحكم في التعارض؟ التساقط. إذن لا يوجد دليل قطعي، أخواني، لا يوجد دليل قطعي يثبت أن الإمام علي بايع، سواء كان راضيا أو مكرها. ما أكو. أقوال العلماء والروايات متضاربة، والتعارض يسقط الأخبار والآراء عن الاعتبار. انتهت مسألتك. موضوعك شنو؟ هل أن الإمام بايع؟ ماكو دليل. ليش؟ لأن آراء الفقهاء والعلماء متعارضة، عند التعارض يتساقط. خب، هاي بعد انتهت المسألة. إذا لا يوجد دليل قطعي، دليل قطعي يثبت أن الإمام علي بايع أصلا. ماكو. ليش؟ لأن الأخبار متعارضة، آراء العلماء متعارضة، والتعارض ينتهي. لا أكرر بعد أكثر من هذا. شوي كمان قول إجماع. ماذا إخواني الأعزاء؟ شوفوا، عمر بن الخطاب ينقل رأي علي بن أبي طالب بأن فيه وفي أبي بكر كاذب غادر آثم خائن. هل أن أبا بكر صدق؟ هل أن عمر في نقله صدق أم كذب؟ إذا قلت كذب أقول لك هنيئا بهذا الإمام الكذاب الذي تقتدي به، وإذا قلت صدق ثبت المطلوب، أن رأي علي بن أبي طالب فيه وفي صاحبه آثم غادر فاجر خائن. انتهى المطلب.
نهج البلاغة يستدل بأن الإمام علي هل 5 دقائق يا أستاذ. وافق رضا الله. طيب على أي مبنى؟ يقول كتاب بايعني القوم. بابا وين هذا الحديث صحيح؟ من الذي صححه؟ والله المحسن الأمين قال نهج البلاغة. بابا مو نهج البلاغة، أمير المؤمنين كلامه إن صح وهو دون كلام المخلوق الخالق ودون فوق كلام الإمام، مو نهج البلاغة. نهج البلاغة جمعه الشريف الرضي لنهج. يقول هل كذب؟ بابا جمعه. شنو بلاغة كذب؟ ابدا من حيث انتهى. ابدا من حيث انتهى. هل المداخله الاخيره ولا في مداخله؟ الاستاذ محمد يتكلم يا شيخ حامد. الاستاذ محمد يتكلم. ويقول تعال هل دخل في الله على اي قاعده؟ ما حضرتك يا شيخ حامد، حضرتك كررت العباره بتاعت روايه كاذبان اثمان، وهو الشيخ فؤاد بيقول لحضرتك ده قول عمر بن الخطاب مش قول علي. فاتمنى بقى يشرح حضرتك قول عمر. هو الذي دخل على ابن ابي طالب. فهل ان عمر طيب تمام. يعني انت طيب. شكرا شيخ حامد، شكرا شيخ حامد. يا شيخ فؤاد اتفضل، المداخله دي قبل الاخيره لحضرتك. ممتاز ممتاز. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بداية يقول اختلفوا الشيعة، وبداية المناظرة يا أخوان نقل الإجماع الشيخ حامد. الله الله والله عجيب أمرك، عجيب أمرك أنت يا شيخ حامد. نقلت الإجماع في البداية على أن علي بن أبي طالب لم يبايع، والآن تقول لي اختلف الشيعة. عجيب عجيب هذا الأمر. يعني يا شيخ حامد بالله عليك اثبت على قول، بالله عليك. الأمر الثاني يقول لي بأن كلام محسن الأمين ليس لنهج البلاغة، إنما كلامه لكلام علي بن أبي طالب في نهج البلاغة إن صح. شيخ حامد اقرأ النص منيح. كتاب أعيان الشيعة الجزء الأول الصفحة 79 قال العلامة السيد محسن الأمين إن نهج البلاغة، ما قال، لا قال لك كلام الإمام علي ولا قال لك غيره، إن نهج البلاغة مع صحة أسانيده في الكتب وجلالة قدر جامعه وعدالته ووثاقته لا يحتاج إلى شاهد على صحة نسبته إلى إمام الفصاحة والبلاغة. نسبة نهج البلاغة إلى إمام الفصاحة والبلاغة اللي هو مين؟ علي بن أبي طالب. فأنت يعني تحاول، ما راح اقولها عشان والله انا احترمك من بدايه المناظره، لكن حاول انك تثبت على قول، ومو عشان انك ترضي نفسك تروح توضح وتطخ في الحيطان. فارجو منك انك تثبت على قول يا شيخ حامد. الامر الثاني كلام عمر بن الخطاب. كلام عمر بن الخطاب يتكلم سيدنا عمر بن الخطاب عن رؤيته في هذا المجال، وساق الكلام بكلام العباس لعلي بن أبي طالب. ساق الكلام بكلام العباس لعلي بن أبي طالب. هل علي بن أبي طالب أقر في ذلك؟ لا يوجد في الرواية. هل العباس أقر في ذلك؟ لا يوجد في الرواية. هل أقر بما عدل به عمر بن الخطاب؟ الجواب نعم. الدليل أن هم جاءوا له ليحتكمان وقالا يا أمير المؤمنين. والله هذه الرواية فيها في الفضيلة جدا رائعة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. يا أمير المؤمنين، هذه على فكرة في اعتراف في البيعة لعمر بن الخطاب شيخنا. الله أكبر. الأمر الثاني شيخنا، لا حول ولا قوة إلا بالله. جبنا لك رواية الكافي وجبت لك أن الحديث موثق
وجبنا لك كلام علمائك في الحديث الموثق، أنت ما عقبت عليه يا شيخ. ليش ما عقبت عليه؟ لأنه يخالف ما جئت به الآن وما تريد أن تحاججني به، يخالف تماما كلام علمائك في الحديث الموثق، لأنه يؤخذ به، يؤخذ بالحديث الموثق. بل تعلم دقيقة بس لا أنقل لك حتى وأما الموثق تنويع الحديث. نعم، كتاب تنويع الحديث. دقيقة، كتاب تنويع الحديث يتكلم لك في المجلد الأول، المبحث الأول، الصفحة 33 شيخنا، يتكلم عن الموثق والحسن والمشهور، وفي حجية هذه الأحاديث إذا جاءت موثقة وحسنة ومشهورة. الآن بيقول لي شيخ الآن يقولون والله في الفقه، لا، يتكلمون في الحديث، لأنه هذا إيش؟ كتاب اسمه تنويع الحديث. طيب، يقول لك في الصفحة 34: والعمل بالحسن فمنهم من عمل به مطلقا كالصحيح، وهو الشيخ على ما يظهر من عمله، وكل ما اكتفى في العدالة بظاهر الإسلام ولم يشترط ظهورها. ومنهم من رده مطلقا وهم الأكثرون، حيث اشترطوا في قبول الرواية الإيمان والعدالة، كما قطع به العلامة في كتبه الأصولية. وكما اختلفوا في العمل بالموثق نحو اختلافهم في الحسن، فقبله قوم مطلقا ورده آخرون، وفصل ثالث بالشهرة وعدمها. والحق حجيتهما، الحسن والموثق. يقول لك المؤلف والحق حجية الحديث الموثق والحديث الحسن. عاد أنا بدي أخذ بالشيخ حامد، تقول لي ما في رواية تدل على ذلك. الرواية جبت لك إياها في مرآة العقول، جبت لك إياها في الكهف بأنه بايع، وجبت لك كاشف الغطاء بأنه بايع وسالم. بايع وسالم. كل الأحاديث اللي جبت لك إياها بأنها تدل على بيعة الإمام علي بن أبي طالب. وأرجع أذكرك بعنوان البث يا شيخنا: بين النفي والإثبات. أنت قاعد تنفي ولا قاعد تثبت ولا ماني عرفان؟ تفضل يا أستاذ محمد. ما جاوبني على نهج البلاغة يا أستاذ محمد، ترى يعني نهج البلاغة ما جاوب ورده كله. كلام محمد محسن الأمير رده كله. كلام الكاشف الغطاء راح أول لي بتأويل الله المستعان، ما حد قال من قبله. كلام الكاشف الغطاء في بيعة علي بن أبي طالب لأمير المؤمنين، لأمير المؤمنين البكر الصديق وعمر الخليفتين. ما أعترض ولا على أي سؤال ولا على. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. نهج البلاغة، الشيخ السيد محسن الأمين يقول كله صحيح. متأكد يا شيخ؟ متأكد. تعالوا إخواني الأعزاء إلى الطامة الكبرى والعظمى. ولا أدري فضيلة الشيخ كيف يفكر، بل لعله لا يقرأ، ما أدري، ربما لا يقرأ. يقول العلامة إن نهج البلاغة صحيح كله. من العلامة؟ إلى الجيلان. من العلامة؟ المحسن الأمين. أيوة، كمل. ماذا يقول؟ يقول نهج البلاغة من الجلاد إلى الجلاد صحيح كله، ولكن بشرط مع صحة أسانيده. نهج البلاغة بشرط صحة أسانيده، مع صحة أسانيده. يا فضيلة الشيخ، إذا لا تعرف القراءة كمل. أرجو أن تذهب إلى معلم يعلمك كيف تقرأ. العلامة الأمين يا إخواني الأعزاء يقول نهج البلاغة مع أسانيد الصحيحة، مو روايات المرسلة ولا الروايات الضعيفة ولا مع أصحة هذا لا خلاف فيه، لا خلاف فيه. موضوع البث، هل بايع الإمام علي أم لا؟ لا يوجد دليل قطعي
على أن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام بايع. ماكو دليل قطعي. روايات الشيعة متعارضة تتساقط، أقوال علماء الشيعة متعارضة تتساقط. هل يوجد دليل قطعي على بيعة الإمام علي مع التعارض؟ أيها العقلاء، أيها العلماء في مشارق الأرض، في سنة، شيعة، باحثون مدققون، مع تعارض الآراء، مع تعارض الروايات، يبقى مجال للاستدلال أم يبطل الاستدلال مع ورود الاحتمال؟ يا فضيلة الشيخ، عنوان البث أعرفه وقدمت لك من باب الإفادة، من باب الفائدة، أن البيعة التي تلزم بها الشيعة وتدل على خلافة أبي بكر أنها شرعية هي الإجماع القطعي الذي يثبت ذلك، ولا يوجد إجماع، بل أن آراء العلماء متعارضة فتسقط، الروايات متعارضة فتسقط. نهج البلاغة يقول العلامة الأميني أنه مع أسانيده الصحيحة ليس مطلقا، أكرر ليس مطلقا. أما قول عمر بن الخطاب ينقل رأي علي بن أبي طالب فيه وفي صاحبه آثم غادر فاجر، هل كذب أم صدق؟ بس هاي أريدها من فضيلة الشيخ. بس أنا شكرا، ما عندي كلام، أستودعكم الله وحياكم الله تعالى. طيب، شكرا كثير لك شيخنا أنك صححت نهج البلاغة. أضربك في هذه الضربة الأخيرة من نهج البلاغة واستدلينا عليك فيها، لكن هذه الضربة أنا آسف جدا 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 لما سيخرج مني، لأنه من كلام علمائك ليس مني أنا، من كلام علمائك ليس مني أنا. أظن أنه هذه المداخلة الأخيرة صح؟ كتاب ولاية الفقيه يا أخوة، الطهراني ماذا يقول؟ يقول: أما من حيث السند فيكفي في سند نهج البلاغة انتهاؤه إلى السيد الرضي، ومع وجوده فلا حاجة لنا إلى سند آخر أبدا. أصح الأسانيد هو نهج البلاغة، هيك عم بيقول. فسئل قال: لقد قال البعض إن سند نهج البلاغة مقطوع، وقد نقل السيد الرضي مطالبه في مرسلة ولم يوصلها إلى الإمام عليه السلام، ولذا فلا حجية لها. فقال، اسمعوا ماذا قال، يقول: وهذا الكلام سخيف جدا. أنا والله ما قلت عن كلامك أنه سخيف، أنا الآن أنقل كلام علمائك. هذا الكلام سخيف جدا وساقط تماما عن درجة الاعتبار. فالسيد الرضي أعلى مقاما وأرفع منزلا وأجل شأنا من أن ينسب شيئا بالقطع واليقين إلى أمير المؤمنين. شوف الآن علماء يقول أن هذا الكلام سخيف وساقط، طبعا الكلام اللي يقول الشيخ عن نهج البلاغة. وهذا يكفي يا أخوة، يكفي أننا نثبت تماما بأن نهج البلاغة من كلام علي بن أبي طالب بأقوال علماء الشيعة، ومن قال غير ذلك فإنه يتبع الهوى وكلامه سخيف جدا وكلامه ساقط تماما عن درجة الاعتبار. الأمر الثاني أن كلام أمير المؤمنين على حسب هذا الكلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وجعلني الله فداه وجمعني الله وإياه في الجنة، اعترف اعترافا جازما بأن بيعة أبي بكر وعمر وعثمان كان فيها لله رضا، وهو على ذاك ولا نطعن فيه، حاشا وكلا أن نقول أن علي بن أبي طالب خالف رضا الله. السؤال اللي ما جاوب عليه الشيخ. الأمر الأخير، هل كذب عمر بن الخطاب في قوله أفرأيتمان كاذبان آثمان؟ يا شيخ أنا قلت لك أن عمر بن الخطاب ساق هذا الكلام على سياق العباس إدراجا لحكمه وقبولا له، إدراجا لحكمه وقبولا له. شيخنا الله يهدينا وإياك، ليش ما عقبت على العباس وعلى علي بن أبي طالب حيث اعترف وقال يا أمير المؤمنين؟ ليش؟
ليش شيخنا؟ تريد تطعن فيه، تريد تطعن من بعد اذنك. لا 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 ما خلصت، ما خلصت من بعد اذنك، ما خلصت. استعلي دقيقة ونص من بعد اذنك. هذه روايتكم يا استعلي دقيقة ونص من بعد اذنك، لا تقاطعني، لا تقاطعني، لا تقاطعني، لا تقاطعني من بعد اذنك، لا تقاطع، لا تقاطع. انا عارفك انك انهزمت، عارفك، انا عارف شيخنا انه ضربة قوية وعارف انك ما عاد تتحمل، انا عارف والله يا شيخ، وكانت هذه المناظرة ضربة قاضية لك، انا والله عارف، وعارف انه ما عاد تتحمل الكلام، لكن انا والله هذا كلام علمائك، انا ما لي علاقة، انا ما لي علاقة. انت اللي كذبت علمائك، وانت اللي نفيت كتبك، وانت اللي كذبت حتى علي بن ابي طالب، فلذلك انا ما لي علاقه. لماذا لم تقل شيخ ان علي بن ابي طالب والعباس في هذه الروايه اعترفا بان عمر بن الخطاب هو امير المؤمنين، وبعدين عشان تهرب رحت لعند عمر بن الخطاب يا حجي، هل بايع علي بن ابي طالب ام لم يبايع؟ هل بايع علي بن ابي طالب لم يبايع؟ انت اثبتت البيعه الان لعلي بن ابي طالب، وانا اشكر الان انتهت ان شاء الله. انا ما اثبتت، اي لا اثبتت، وقلت حتى لو كانت البيعه بالاكراه، قلت حتى لو البيعه بالاكراه هذه بيعه شرعيه، انا اقر لك بانها بيعه. اي وشنو يعني؟ انت هذا كلامك، هذا كان كلامك، فلذلك لا تناقض في النهايه. وانا اشكر الاستاذ محمد، شكرا كثيرا لك، كانت مناظره رائعه جدا. كبروا يا اهل السنه والجماعه، لله الحمد والمنه. الله يسعدك يا استاذ محمد. فداك العباد وجند شداد حماة أبات. ستبقى لا إله إلا الله فينا لو حاربتنا الأرض بما رحبت. لنصر نبينا بعشق